أهلا ومرحبا بكم جميعا أعزائي المشاهدين أينما كنتم وحيثما وجدتم، أتحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم موضوع يخص منحة البطالة وعلاقتها بالعقود المنتهية. حنتحدث في هذا الموضوع، لكن قبل ذلك نسمع للمرأة اللي كانت خدامة وانتهى العقد تاعها تاع العمل، والآن هي في حالة بطالة، ووزير العمل والتشغيل لم يستجب لنداء ولا يريد أن يكون هناك وقفة احتجاجية في هذا الموضوع بالذات. اسمعوا معنا وبعدها نعلق أنا وأنتم على الموضوع. 7 سنين وإحنا نعانوا. يا سيدي وين راك؟ نجي لما ندير وقفة يقول لك ممنوع، نجي منا العمل يقول نطردوهم، نشكرهم ما طردوناش باسكو يحسوا بينا، نزيد نشكرهم جزيل الشكر باسكو شحال مرة نوقفوا ما يديروا لنا والو. اليوم جا معمر قال لك ما يديروش الوقفة وأنا نتحيك بس عم فينا وقفوا معانا. يا تبون وين راك؟ هو اللي راه داخل في البيرو قال له حاوتهم، بصح انا نشكرهم ما قدرش يدنا ليا، قال لي انا شرطي حقك زعما ما دناوش لينا، امرهم ما يحاوزونا ما حاوزوناش. وين راك يا دبات؟ داخل في البيرو قاعد ياكل في المشوي، وانا جيت من ولايه عين دبله نجري، الناس هنا مساكين كاع من كل ولايه، رجال ونساء بجايه تتوزوا خالشنا اضرار انت من راسك الجرفه قالمه من كل ولايه 58 ولايه جاوا اليوم، نصهم راحوا ليا امرهم الداخل السي وزاره العمل قال له حاوزهم. علاه؟ انا جزائريين لا. للأسف كلامها كامل كان صواب. نحن جزائريون وهي جزائرية، ولها الحق اللي ممكن ما تخليش المستفد باش غدوة يربح السنوات تاع قاعدة، سي لا كلوتور ديفينيتيف تاع لي ديسبوزيتيف دومبلوا بريكار. هكا يبقى لنا انتظام 23 هو التوظيف ولا منحة البطالة في إطار يعني واش يعني نحضروا مناصب الشغل ل 2023. احنا عندنا طموح كبيرة وراه تشاركونا فيها، هو يعني إعادة البعث يعني الاقتصاد بقوة، الانتعاش الاقتصادي يكون بقوة بفتح ورشات وبإنشاء مؤسسات عن طريق هذا الجهاز. كما يعني حيكون عندكم يعني دراسة في الأمسية تاع القانون. تكلم رئيس الوزير العمل والتشغيل يوسف شرفة عن الموضوع وعن العقود المنتهية، أنهم هم السباقون للعمل بعد فتح الورشات وفتح مجالات تكوينية للمواطن البطال. لكن أنا حبيت نتكلم كامل المواطنين اسكو تساندوني في هذا الامر ولا لا. نورمالمون ما بيد تكلم وزير العمل على هذا الموضوع، وقال باللي اصحاب العقود المنتهيه هم الاولين اللي راح يدخلوهم يخدموا بعد ما يديروا مصانع، يفتحوا المصانع ويكون هناك ورشات تكوينيه. لماذا لم يكونوا هم السباقون لمنحة البطالة؟ علاش ماشي هما اللي يحبسوهم الخدمة، هما الأولين يعطوهم منحة البطالة؟ لأنهم هم السباقون للعمل. كي يبداو يبانوا يبدا يبان العمل، يعني يسبقوا فيهم، هما الأولين راح يدخلوهم يخدموا. هنا نورمالمون شرط طالب عمل لأول مرة هنا يتم إلغاؤه باش الانسان اللي هو بطال يدخل يخدم، رغم انه كان خدام بكري. كاين اللي يخدم يوم متصوره، كاين اللي يخدم يومين 3 ايام، كاين اللي يخدم شهرين 3 شهور. كيما هادو ما راهم عقود منتهيه صادي بوش حخدموا عامين 3 سنين كل واحد شحال كانت المده تاعو، ودوك حتى هو راهو بطال وهو راهو معني بالمنحه البطاله. لماذا لا تعطوهم منحه البطاله رغم انهم هم السباقون للعمل بعد ان يكون هناك ورشات تكوينيه والعمل؟ وسلام جو. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.